تحظى الحلوى العمانية بشهرة واسعة داخل وخارج السلطنة، حيث تعرف بأنها رمز عماني للكرم الأصيل والضيافة العريقة. التفاصيل في التقرير التالي. تشتهر سلطنة عمان بصناعة الحلوى العمانية، فلا يخلو بيت عماني منها، وبخاصة في أوقات الاحتفالات والأفراح والمناسبات الدينية، كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان العماني، حيث تمثل ماضيه العريق وعاداته وتقاليده. فما هي هذه الحلوى التي اكتسبت شهرة واسعة؟ أهم مكونات الحلوى العمانية طبعا هي بداية من عوامل أساسية فيها، هي اللي هي الماء والسكر والنشا. طبعا هذا يمزج مع بعض لمدة ساعتين تحت غليان درجة حرارة عالية لمدة ساعتين حوالي، تغلظ الحلوى ثم بعد ذلك تقلى بالسمن ويضاف إليها الزعفران والهيل والمكسرات والمطيبات، ثم بعد ذلك تغرف إن شاء الله الحلوى وتكون طازجة وصالحة للأكل. وتخلط هذه المواد بنسب ومقادير محددة بمعرفة صانع الحلوى الماهر، وتوضع في المرجل، وهو قدر كبير خاص بالحلوى لمدة لا تقل عن ساعتين. وتوجد هناك 3 أنواع من الحلوى العمانية تختلف بحسب مكوناتها. الحلوى العمانية هي 3 أنواع، هي الحلوى البيضاء والحلوى السمراء والحلوى الصفراء. الحلوى الصفراء تتميز بأنها فيها مكونات عالية مثل الزعفران، كمية الزعفران تكون كثيرة. والحلوى السوداء طبعا تتكون من سكر عماني أصلي، وزايد أيضا ماء ورد من الجبل الأخضر نجيبه. طبعا هذه الأشياء تعطي نكهة وتعطي طعم رائع جدا في الحلوى العمانية. الحلوى العمانية هي زينة الموائد العمانية، حيث يمكن لهذه الحلوى أن تحتفظ بجودتها لأكثر من 4 أشهر بدون أجهزة أو مواد حافظة. محمد دقامسة، روسيا اليوم، مسقط.